السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جبت لكم طبق المقارون تاع الرسول بالقطع الدجاج او سكالوب يشهي والشامبينيون ومفرمج كما قلت لك يخطر بالبنه. انا هنا شديت كنت ديجا قطعت هنا نص صدر تاع الدجاج الى مربعات، وكنت دايره الدهان والزيت في المقله كي داب لي داك الاخر الدهان وكلشي ضفنا هذاك الدجاج. انا هنا كنت ديجا طيبت المقارون طيبته مليح يكون داخله غايه طياب. انا كي بدا يدخل لي هنا الطياب في الدجاج مكعبات هذاك تاع الدجاج درت هنا ضفت معاه الشامبينيون كاضافه. كاين اللي ما يبغيش يديره ما عندهاش ما يديرش، واللي ما يبغيش ياكلها تاني. انا هنايا كي خليته يدخل فيه شويه طياب تاني ويتقلب هذاك الدهان وكل شيء ضفت هنايا قطعه تاع فرماج. هنا كونتي تكون شويه مليحه. ديجا قلت لكم بلي هذا المقارونه فيه كاع انواع تاع الفرماج. انا هنايا نضيف شويه تاع الحليب باش كيما قلت لكم نضيف شويه تاع الحليب باش نبدا نحل فيه غير بشويه. انا هنايا كي نتحلي كاع داك الفرماج غادي نزيد نضيف الكميه تاع الحليب اللي قاعد قاعد نغطي ليه هذاك اللحم وكل شيء. زدت ضفت هنايا ثاني حبات فرماج وضفت انا هذا سلايس. وهنا كي دابوا لي كاع ودخل لهم كل شيء درت انايا المقارون. شوفوا ما درتهاش طيب تاع اللي قاعد يتحرحر لي، لا انا درتها كي يدخل لها الطياب ويشكون شاد روحه. شوفوا هنا نبدا نخلط انايا كل شيء باش ندخل انا هذيك لاصوص في المقارون. شوفوا كيفاش نقلب فيها. انا هنا تاني غادي نزيد تاني فرماج موزاريلا كما قلت لكم هذا يجي مفرمج. شوفوا هنا دوك تشوفوا الشكل النهائي تاعه كيفاش خرج لي في المقله اولا. شوفوا الشكل النهائي تاعه وان شاء الله يكون عجبكم. شوفوا هنايا يتعسل بالفرماج. مصحتكم وان شاء الله يكون عجبكم. سلامه.